ازيكم يا اصدقائي؟ معاكم دكتور مينا ممدوح، اخصائي جراحه التجميل. والنهارده بكلم الرجاله الشباب اصحابي. النهارده الفيديو مخصص للشباب، هنتكلم عن الحاجات اللي تخص الرجال، لان جراحه التجميل مش مختصه خالص بالنساء فقط، بالعكس الرجاله كتيره بتيجي تعمل عمليات وبتيجي تعمل شفط وبتيجي تعمل نحت وبتعمل تسدي. فالموضوع فيري كومون، ما فيهوش اي احراج، بالعكس ده بيخلصنا من مشاكل ممكن تكون مسببه لنا احنا احراج في حياتنا الشخصيه او حياتنا اليوميه. الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده هو موضوع التسدي عند الرجال. موجود بكثره، سواء حضرتك رياضي، سواء بتلعب رياضه او لا، سواء جسمك رفيع او جسمك مليان، ممكن جدا يكون عندك مشكله التسدي باي درجه من درجاتها، اولى تانية تالتة او درجه رابعه. الدرجات دي احنا بنحددها بناء على معايير مختلفه، دي مش هتفرق معانا كتير دلوقتي، لكن المهم ان احنا كلنا معرضين للمشكله دي. سبب لنا احراج في اللبس، في التيشيرت، على البحر، لو لابسين مايو ممكن جسمنا يكون مهما عملنا دايت، مهما خسينا، مهما وصلنا لجسم كويس، دايما بيكون عندنا مشكله التسدي. حلها بسيط، حلها بيكون خلال عمليه مدتها ساعه بالكتير، جرح اقل من سنتي، جرح صغير جدا في منطقه مختفيه سواء تحت الابط او جوه الحلمه. من خلال الجرح دوت نشفط كل الدهون الموجوده، بنشيل الغدد اللبنيه المتضخمه، وبيشد الجلد بالفيزر. التسدي مش شرط كله دهون او كله غدد لبنيه، ممكن يبقى ميكسد، لدرجه ان ممكن يكون واحد جسمه رفيع جدا ما فيهوش اي دهون خالص لكن عنده مشكله التسدي. زي ما قلنا، جرح صغير في حته مختفيه، بنشيل الغدد اللبنيه، بنشيل الدهون، بنشد الجلد، ترجع حياتك الطبيعيه بعدها بساعه او ساعتين، تنزل شغل بعدها بيوم يومين بالكتير قوي. حتى لو شغلك فيزيكال ورك، حتى لو شغلك بيتطلب منك انك تنزل وتتحرك، مش قاعد على مكتب، مفيش اي مشكله خالص، العمليه مش هتعيقك في القصه دي. الحاجه الثانيه اللي هنتكلم عليها بالنسبه للرجاله هي النحت او شفط الدهون في الرجال. دي برضو من العمليات اللي بتطلب مننا كتير قوي، وبتفرق كتير جدا 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 في حالتك النفسيه، او في طريقه لبسك، او في المقاس بتاع القميص بتاعك او التيشيرت، او ان انت تبقى مور كومفورتبل او مرتاح اكتر في حياتك اليوميه. دي برضو بتبقى من خلال جروح صغيره في منطقه مختفيه جدا عند مثلا العانه، بنقدر من خلالها ان احنا نشفط الدهون بتاعه البطن، بتاعه الاجناب او الظهر. نقدر نرسم السكس باكس. لو انت شخص رياضي بتحب الرياضه بس عندك طبقه دهون بتخلي العضلات بتاعتك مش باينه بالشكل اللي انت نفسك تبقى موجود فيه، ده الحل بتاعه بيكون ان احنا بنشفط الدهون دي. بيخلي المسافه اللي بين العضلات والجلد، مش يعني البارير او المانع ما بين العضلات والجلد اللي بيخلي الشكل بتاعنا مش رياضي، مش موجود. فبالتالي حتى اقل تمرينه بعد كده في الجيم تطلع لك العضلات اللي انت نفسك فيها. عمليه شفط الدهون عمليه امنه، الوجع فيها ما تقلقش منه خالص. نستخدم احدث وسائل مقاومه الالم، بتخلينا نقدر نرجع برضو ناكل ونشرب ونتحرك بعدها بساعة، نرجع شغلنا خلال 5 أيام لأسبوع بالكتير، نكون راجعين لحياتنا الطبيعية تماما من غير أي مشاكل. بننصح دايما بالهيلثي لايف ستايل، بالأكل الصحي، بالشرب الماء كتير، بالرياضة مستمرة بعد العمليات بتاعتنا عشان نحصل على أحسن نتيجة ممكنة. اي اسئله، اي استفسارات سيبوها لي في الكومنتس او على رسائل الصفحه، واكون سعيد ان انا ارد عليكم. اشوفكم دايما في فيديوهات تانية. شكرا.